هذا المعمل. وهذه زاوية أخرى، شوف شلون يتم قلي وتخزين بعض الحلويات. بدائية. وبعد الانتهاء من طبخ هذه الحلويات والكيك بهذه الطريقة البدائية، يتم الانتقال الآن إلى مرحلة التغليف والتعليب. وهذه هي طريقة التعليب والتغليف بدون مراعاة أي شروط ومطابقات صحية. وفي هذه الغرفة يتم تخزين بعض الحلويات بعد ما يتم تغليفها وتعليبها. هذا جزء كبير من الحلويات مفروشة على الأرض، معرضة للحشرات وبدون أي مراعاة للاشتراطات الصحية. هذا مستودع الطحين. شوف شلون يتم تخزين الطحين في دورة المياه. هذه دورة مياه أخرى يتم فيها تخزين التمور وبعض السمن ومشتقات الحلويات. هذه آلات العجن. اللي تشوفونها هذه قطعة زبدة كبيرة، وهذه شوف شلون يتم العجن. وهذا مستودع آخر، وهذه دورة مياه أخرى أيضا يتم استعمالها لتجهيز بعض الحلويات. الآن يتم تفتيش غرف العمالة في هذا الموقع. تم ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة. أيوة، هذه عبارة عن حلويات، نوع من أنواع الحلويات أكثر ما يستخدمها الأطفال للأسف الشديد. بعض المقالات شوف طريقة الإعداد. يتم الآن إعداد محاضر الضبط والإتلاف. عندك 80,000 مغلف بلاستيكي، وعندك كلهم محطوطين في هذه المناظر وما شاهدناه قبل قليل يغني عن 1000 رسالة توعوية. إلى هنا نصل إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم. نراكم على خير.